السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد كده، روتين ان شاء الله يعجبكم باذن الله. نبدا نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، انا ابتديت اليوم كده، كنت ناقعه اللحاف دوت من بالليل. وغسلته بقى كده غسله كويسه بالتايد وكلوريكس الالوان. وبعد كده حطيت بقى اللي هو الكومفورت ده جميل جدا. وبقول لكم كمان الفانيش ده حلو برده السايل لو في بقع، بس انا ما استخدمتوش. انا استخدمت اللي طبعا ما عنديش بقع في اللحاف ده، بس تراب. بس يعني انا بستخدمه على طول في البقع، يعني الفانيش ده ممتاز جدا. تمام. حطيت بقى غسلته، وبعد كده هنا كنت بشطفه بقى. الكومفورت ده حلو جدا، يعني ريحته بتثبت في المفارش، يعني في اللبس او في المفروشات، لو بطاطين او بطاطين او لحافه او كده. وبيثبت فيه الريحه، بتخلي ريحه الغسيل حلوه يعني. تمام. المهم خلصته بقى وسبته يتصفى. وكانت عندي غرفه الولاد، يعني كانت سايباها بقى كده من غير ملايه، وكنت شايله بقى كل حاجه والستاير وكده، وقلت بقى هنشيل السجاده الكبيره دي، الجو حرر خلاص. وهنلمع بقى كل الدنيا دي وهنظبطها. ما رضيتش بقى اطول معاكم الفيديو ان انا اوريكم وانا بعمل وكده، طبعا كلكم عارفين بتعرفوا تنضفوا الحمد لله. المهم ظبطت بقى كله بقى، كانت يعني بصراحه الموضوع ده قبل العاصفه يعني، قبل التراب وكده. ظبطت بقى الدنيا، وحطينا الستاير الجديده النضيفه، ولمعت كل الحيطان دي كلها، اتلمعت والخشب اتلمع. ومسحت طبعا الارض. هنا بقى كان التصوير ده كنت بوريكم في الاخر يعني. دي كانت الستاير بتاعت الصاله، بوريكم هنا الديسكات دي كانت يعني أنا صبنتها برضو، ودي الستاير كنت لماها. الكلام ده كان بالليل بقى، الولاد كانوا ناموا وكانوا سايبين بقى اللعب بتاعتهم كده بيلعبوا بيها. هما مش عادتهم يسيبوها، بس هما قالوا لي بيلموها الصراحه قبل ما يناموا، بس هما كانوا قايلين لي بقى تخليهم دول يا ماما ونصحى نلعب بيهم، ما بقى ازعلهم، قلت لهم ماشي. بس وكانت هنا خلصت بقى غرفه، ده كان بالليل. قلت اوريها لكم بقى بعد ما خلصتها. وكمان كانت غرفه النوم. ده على يومين الفيديو ده يا بنات، يعني انا كل يوم بعمل غرفه الصراحه، ما بعملش يعني كله مع بعضه، عشان ما اضغطش على نفسي يعني. غرفه النوم برضو نفس الموضوع، ظبطتها، نفضت الشباك. بس المره دي ما شلتوش بقى الصراحه. هنا كنت بقول لكم ان الدنيا متربه عندي، والحمد لله. كنت هزعل اول ان شلت الشباك، وكانت عاصفه التراب دي كانت بهدلته خالص. المهم نفضته، لان انا كنت يعني ما كنتش، كنت بقالي فتره ما عملتش حاجه، لان كنت تعبانه الصراحه، يعني الضغط كان عالي الحمد لله. بس الحمد لله نزل. فلما لقيت بقى نفسي كويسه، رحت قمت ظبطت الدنيا بقى يعني يعني. شلت التراب بقى كله، لان طبعا الواحد كل ما بيشوف تراب في البيت مبقاش مرتاح يعني خالص. هم بقى على قد ما قدرت قمت ظبطت كده وشلت الدنيا، السجاجيد دي انا فضتها نضيفه هي الحمد لله. ومسحت بقى الارض كلها، مسحت الخشب كله لمعته. تمام. وفرشت بقى الدنيا، وفرشت ملايه نضيفه. وكان بس فاضل على الستاير. تمام. وفرشت الحافظه، طبعا الحافظه دي صراحه بتفرق معايا خالص، بتشيل التراب كتير. لما بلاقيها بتربه بشيلها بغسلها، بتهون عليا بقى ان انا مش كل شويه اقدر اشيل السجاده اغسله يعني. المهم كان فاضل هنا بس اللهم صل على سيدنا محمد، الستاير يعني حطيتها برضو بعد ما نشفت، كنت غسلاها. وكمان ده تاني يوم بقى، تالت يوم اخدت بقى الصاله، يعني انا كل يوم بعمل حاجه. خدت الصاله بقى الصراحه يعني كنت شلتها برضو، كانت الستاير برضو مطربه جدا. وعملتها. بصوا بقى الحركه، اول مره اعمل كده، قلت افاجئكم يعني ان انتوا تشوفوها متبهدله وبعد كده تشوفوها مترتبه يعني. هما طبعا انتوا عارفين، غسلنا الحيطان ظبطناها تمام، والارض طبعا ظبطتها. كنت غاسله برضو الحافظه دي، شلت بس السجاده الدنيا حر. حطيتها برضو، غسلت بقى الارض غسله كويسه. نفضت الركنه طبعا كويس. والشباك اتنفض، وحطيت كمان الستاير هوريها لكم. كانت متطربه جدا الصراحه. بس بس وزي ما انتم شايفين بقى كده، انا عارفه ان هي محتاجه ستاير تاني، ربنا ييسر الحال ان شاء الله، اجيب ستاير جديده باذن الله. وكمان اجيب لها سجاده حلوه كده شيك يعني. بس انا قلت يعني الحافظه مقضيه الغرض دلوقتي، الدنيا حر يعني. بس كنت حطيت بقى هنا الستاير خلاص، وفرشت الصاله، وعارفه طبعا ان الفرش اللي عليها ده مش لاقي عليها الفوشيا. بس انا غسلت الفرش التاني، بس ما اقدرش اسيبها من غير فرشه طبعا، عشان الولاد انتوا عارفين معاهم اكل معاهم عصير بتاع، ما يبقاش الدنيا فيها بقع، ما بحبش الدنيا يكون فيها بقع يعني. مش مهم الدنيا تتكركب، تتبهدل تتطرب تتبهدل تتكركب، بس ما يبقاش فيه بقع في الفرش يعني، ما بحبش يعني. المهم ربنا يخلي يا رب ويحفظهم، ويرزق يا رب كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه، قادر كريم يا رب العالمين. يا رب باذن الله يحفظ لكم اولادكم، قادر كريم يا رب. هنا بقى ده يوم تاني خالص، كنا كنا بقى محشي، كنا محشي يعني. وبس بقى، كان يوم حلو يعني. كان محشي كده فيه. بس كده. وعايزه اقول لهم متنسوش اللايك، انا عارفه ان انا يعني قصرت معاكم، بقالي كام يوم ما نزلتش، يعني بتاع 10 و11 يوم. بس كانوا غصب والله، غصب عني والله، زي ما قلت لكم كان الضغط عندي عالي. انتوا عارفين طبعا مع الحر بيزيد الضغط، ولو عملت اي مجهود بيزيد برضه، فما كنتش قادره اعمل اي حاجه الصراحه. فلما بقيت كويسه الحمد لله يعني قمت بقى واتشجعت كده.
وايه وعملت معاكم يعني، وعملت بقى نزلت لكم فيديو. بس عايزاكم بس تشجعوني باللايك، الله يبارك لكم، علشان اشجع واصور معاكم، لان التصوير بياخد وقت مني ومجهود. فيا ريت بس ايه تحطوا لي لايك وتعملوا لي تعليق حلو كده زيكم وبس، ببقى متشكره جدا ليكم. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم يا رب ان شاء الله باذن الله، عشان القناه نفسي تكبر يعني القناه. فبس ده كان اليوم بتاعي والفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم، تكونوا استفدت منه باي حاجه ان شاء الله. وبس كده، ودعواتكم ليا. السلام عليكم ورحمه الله.